واش عارفين شكون هو هذا الراجل اللي في التصويره؟ لا، تخيلوا معايا واحد الراجل غادي يجي لدارو وغادي يلقى الباب محلول وكيبان ليه واحد البيت ليه كله احمر. تم غادي قاصدو، وملي حل داك الباب كيبان ليه شخص طايح، هو نفسه داك الشخص اللي اختفى. ولكن السؤال المطروح، شكون هو داك الشخص وشكون اللي دار ليه داك الحاله وعلاش هاد الشيء كامل؟ وشنو هو السر ديال الصاك الازرق؟ هادشي اللي غادي تعرفوا في هاد الحلقه هادي. قصه ما يمكنش تتخيلها والعبره ديالها خطيره ديال بصح. واحد السيد سميتو بن موسى عايش في مدينه طنجة مع مراته. عنده 4 ديال البنات كلهم تزوجوا وبقى عايش غير هو ومرته سميتها رشيده. هذا بن موسى كان خدام مدير ديال الحبس. 2 بنات تزوجوا مشاو للخارج والاخرين عايشين في طنجة قرابين ليهم. المهم هذا بن موسى ما كان كيحملوه حتى شي واحد، والو، لا الجيران ولا حتى بناته ومراته. كان صعيب بزاف وغير على سبه. بناته في صغرهم كان كيضربهم بزاف حتى على ابسط حاجه، تخيلوا معايا. اما مراته العصا اللي كان كيعطيها حدث ولا حرج. وفاش التقاعد ديالو عاد ما زاد فيه وزاد نقير على والو. واحد النهار ناضت مراته وبغات تمشي تشوف والديها، ولكن ما قالتهاش ليه، حيت فين ما كطلبو تمشي عند والديها ما كيخليهاش. ولكن عاق بها فاش مشات ورجعات وكلات العصا ديال بصح. ومن تما صافي تقاضى صبرها وهي تجمع حويجها وقصدات دار والديها وحلفات لا ترجع ليه. دازت الايام وبن موسى ولا عايش في دارو غير بوحدو، غير راسو خلواني. بناتو كلهم مزوجين ومراتو خوات الدار. في مره كان كل مره كيجي عنده شي واحد من خوتو ولا صحابو. ايوا بن موسى عمرو ليه راسو وناض رفع دعوه ديال الطلاق على مراتو حيت زعما سمحات فيه. وهذا الشيء كامل بسبب نقاش اللي بسيط. ولكن النهار الثاني وقعت شي حاجه اللي كانت صادمه. بن موسى كيصوني على بنته كيقول لها عتقيني عتقيني يا بنتي عتقيني. وفي ذاك اللحظه مشات بنته كتجري، شدات الطاكسي وقصدات دارهم. غير حلات الباب ودخلات وهي تلقى باها كملوا من عندكم. تخلعات وبدات كتغوت وتجمعوا الجيران. وصل الخبر للام ديالها واختها. شويه وهما يوصلوا البوليس وفرتكوا الجوقه اللي كانت، وتما داروا خدمتهم، رفعوا البصمات وصيفطوا بن موسى اللي كان سلم الروح ديالو. من بعد غادي توصلهم التقارير من الطب الشرعي والمفاد ديالو بان بن موسى تضرب بآلة حاده وكان ضربه مجهده بزاف. البوليس دازوا للتحقيق مع الناس وبداو ببناته ومراته. كلهم قالوا نفس الهضره، باهم خايب وصعيب، كان كيضربهم وما كيساليش من نقير. يعني اكيد من هذا الكلام اللي قالوا بغاو يقولوا باللي الجيران وحتى العائله حتى شي واحد ما كيحملو. يعني تقدر تكون عنده عداوه مع شي واحد. ومع ذلك هنايا قالوا للبوليس المرات بن موسى بما ان راجلك كان ديما كيضربك ياك ما تقدري تكوني في لحظه غضب صفيتيها ليه بلا ما تشعري. وهي مرات بن موسى غادي تفقد السيطره ديالها وهي كتبكي كتقول لهم والله ما انا اللي درت شي حاجه في هذا الشيء. ولكن كانت باينه فيها متوتره ومخلوعه. ارى لينا سيدي فاش البوليس سولوا الجيران شكون اخر واحد شافوه خرج من عنده، وهي تقول لهم واحد جارتهم، واحد السيده ساكنه حدا بن موسى. شفت مراتو رشيده دخلت للدار بكري، من بعد خرجت وهي في يديها صاك زرق. فسولوا البوليس مرات بن موسى غير شي حوايج مهمين كنت بغيتهم مشيت ليهم وهزيتهم من الدار ورجعت لدار والديا. هنايا البوليس غادي يشكوا في مراتو ومشاو لدار والديها وفتشوها كامله، وفعلا لقاو صاك زرق ولكن ما كانت فيه حتى شي حاجه. يعني ما عندها حتى شي علاقه بداك الشيء وما كاين حتى شي دليل في داك الصاك. يعني الصاك الزرق اللي ذكرنا في الاول خارج نطاق الحسابات. ومنين خرج التقرير ديال البصمات وفيه بصمات ديال 2 الناس اخرين، يعني من غير ديال مراته وبناته. وهنايا البوليس منين بحثوا على اصحاب البصمات طلعوا صحاب بن موسى وساكنين في نفس المدينه، جواد وحميد. البوليس قصدوا جواد، جابوه لمخفر الشرطه وحقوا معاه. قال لهم باللي بن موسى صاحبي الروح بالروح، وداك الهضره ديال صعيب وفيه النكير ما منهاش. بالعكس مراته هي اللي قهرته بالنكير. ديما كيتشكى ليا منها وكيقول باغي يطلقها، ولكن كيدير بوجه العشره وداك البنات. المهم البوليس قصدوا العائله ديال بن موسى وحتى هما قالوا لهم نفس الهضره. هو الله يعمرها دار
ولكن مرتو الله يهديها. هنايا البوليس حارو، واش يشكوا في مراتو ولا يشكوا في شي واحد اخر؟ القضيه كانت غامضه والتحقيق دام مده طويله. هنا غادي يرجعوا للبوليس فاش كانوا كيحقوا مع جواد اللي لقاو البصمات ديالو في الدار ديال بن موسى، وهما يقولوا ليه واش كتعرف حميد؟ قال لهم اييه كنعرفو. قالوا ليه فين لقاوه؟ وعطاهم العنوان ديالو. البوليس مشاو تحركوا وجابوه حتى هو لمغفر الشرطه، ومنين حقوا معاه نفس الهضره قالها. المهم ما كاين حتى شي جديد. كيف ما قلت لكم البوليس ما بقاوش عارفين واش يشكوا في مراتو اللي حاقده عليه، واللي شافوها الجيران داخله للدار قبل ما يوقع داكشي بنهار، ولا صحابو اللي كانوا متاثرين بموتو وكيقولوا عليه ظريف والله يعمر ليه الدار. دازت شهور على داك التحقيق عاوتاني. واحد النهار هما يتستدعوا البوليس عاوتاني حميد باش يعرفوا واش نفس الاجوبه اللي كان قالها لهم شحال هادي هي نفس الاجوبه اللي عاوتاني غيقول في التحقيق. ولكن حميد قال نفس الاجوبه اللي قال، يعني الهضره اللي قال شحال هادي هي نفسها، وداك الشيء كان منطابق. واحد المحقق هو يسول داك حميد قال ليه هو جواد؟ قال له حتى هو الله يعمر ليه الدار. قال لهم غير هو. وما يقولوا ليه البوليس قول داك الشيء اللي عندك، مهما كانت تافهه وبسيطه غير قول شنو عندك. قال لهم صاحبي جواد رجل معقول، ولكن مراتو الله يهديها كانت ماشي حتى لهيه، ماشي مره وماشي جوج تشكى ليا منها المرحوم بن موسى. قال ليه البوليس كيفاش؟ وهذا الجواب اللي قال حميد للبوليس على مرت جواد غادي يقلب التحقيق لجهه اخرى اللي ما غاديش طيح ليكم على البال. هنايا البوليس غادي يمشيو ويجيبوا مرات جواد للكوميساريه. كانت مخلوعه، قالت لهم علاش جبتوني لهنا وشنو بغيتو من عندي؟ قالوا ليها غير اجراءات عاديه، غادي غير نسولوك وجاوبينا وتقدري تمشي. ولكن انا عارفكم غادي تسولوني اجاب مرت جواد القضيه القتل اللي كنهضروا عليها، ولكن غير تبعوا معايا. البوليس تجاوبوها بطريقه ذكيه، وكل مره كيعاودوا ليها نفس الاسئله، ولكن هي كتلف وكتعطيهم اجوبه مختلفه على الاجوبه السابقه. وهنا عرفوا باللي القضيه فيها ان في واحد اللحظه البوليس غادي يقولوا ليها واحد السؤال شويه مفاجئ. قالوا له حنا عارفينك كنت كتقربي من المرحوم بن موسى صاحب راجلك جواد، ننصحوك تعصار فيه وما تخبيه حتى شي حاجه، والا ما غاديش تستافدي من التخفيف ديال الحكم. السيده اللوان ديال وجهها تخطفوا، بدات كتبكي. علاش كتبكي؟ قالت لهم بصح كنت كنحاول نتقرب منه، ولكن هو عمرو هز عينو من الارض. وفاش لاحظت هاد القضيه وما بقاش كيجي عندنا في مره، خفت راجلي يحس بشي حاجه ونسولو ويصدق فاضحني. راجلي اصلا مشكاك وصعيب، وانا نتشكى راجلي منه. قلت له صاحبك بن موسى. قال لي مالو؟ قلت ليه راه كيتحرش بيا وهو يقصدو، ومن تما ما بقيتش عارفه اش وقع بالضبط. وهنايا البوليس في البلاصه قصدو جواد وتم الاعتقال ديالو. ملي جابوه البوليس الكوميساريه عاوتاني بداو كيحقوا معاه مره اخرى، ولكن حلف لا اعترف بشي حاجه حتى واجهوه بالادله اللي عندهم وضغطوا عليه وما خلاو ليه فين يدور. عاد اعترف ليهم باللي اماتو الغيره، حس بالشمته حيت تاق في صاحبه ودخلوا لدارو وصدق غادر به. قال لهم مشيت عنده لدارو مع الصباح، غير حل لي الباب ولقاني شاعل بداك الحقد والكعيه والقلب عامر. قلت ليه واش هذه هي الصحبه؟ واش هذه هي العشره؟ ولكن هو قال لي شنو واقع ياك لاباس. وفاش عاودت ليه القصه كامله قال لي راه ماشي انا اللي تحرشت بها، راه مراتك هي اللي تحرشت بيا. غير قال لي داك الهضره وانا نزيد نحقد عليه اكثر، حيت مراتي مستحيل دير بحال هاد الشيء. وانا نعطيه بواحد الحديده اللي كنت هاز معايا للراس، طاح في البلاصه وخرجت في حالاتي. وهما يقولوا ليه البوليس واش مراتك في راسها هاد الشيء؟ قال لهم في راسها ملي صفيتها ليه. وهنايا البوليس غادي يزيدوا يصدموه وخلاوه يعرف الوجه الثاني ديال مراتو، وقالوا ليه باللي مراتك هي اللي كانت كتحرش به وهي اللي اعترفت بهذا الشيء. جواد ندم، ولكن داك الندم ديالو ما نفعو بوالو. جواد تحكم باش يدوز اللي بقى ليه في عمرو ما بين 4 ديال الحيوط، يعني حياته كامله غادي يدوزها في الحبس. ومراتو تحكمت ب10 سنين حيت هي السبب في هذا الشيء، وحيت سترات على الفعله ديال رجلها ونكراتها وخا عارفه. صفاها لصاحبو بسبب مرا اللي ما كتسواش. كاينين شي عيالات الله يهديهم والله يرد بيهم ما كيراعيوش لرجالهم وكيديروا شي حاجات كيخليو الشخص ما يبقاش كيشعر. وشوف السبب ديال هاد المراه، شوف شنو دارت. خرجت على راسها وخرجت على راجها اللي خلاته يدير واحد القضيه ما عمره كان يتخيل في حياته غادي يديرها. الله يهدي ما خلق. وهنايا الخوت غادي تسالي القصه ديال اليوم.
نتلاقاو في حلقة أخرى وقضية أخرى إن شاء الله.